السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. دلوقتي هعمل معاكم الايس كاب ده. غرزة بسيطة خالص. انا عملت معاكم الجزء اللي هو بيبقى على الجبهة اللي تحت ده. عملته معاكم في فيديو، اول فيديو عملت فيه ايس كاب هنا في القناة. سهلة خالص. وباقي الايس كاب كله بغرزة واحدة بس، غرزة سهلة جدا. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. يا ريت لو اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، ولو الفيديو عجبكم تضغطوا لي لايك. معايا هنا خيط جنجا اللي هو الملون ده، اسمه كارما باتك. هو تركي، 100% اكريليك. تمام. وزنه 100 جرام، طوله 200 متر. انا طلعت كده الخيط من جوه، بحب اشتغل من الخيط اللي جوه. معايا هنا ابره مقاس 4.5 مليمتر. الخيط ده تقدري تستخدمي معاه ابره من 4 ل6. هو سمكه زي أليز بيرسيم كلاسيك كده. هبدأ أعمل عقدة البداية، وهعمل 1 2 3 4 5 6 7. عملت كده 7 سلاسل. هسيب آخر سلسلة دي وادخل في تاني واحدة واعمل غرزة حشو. انا هعمل اللي انا هعمله دلوقتي ده اللي هو الجزء بتاع مقدمة الراس، اللي هو هيبقى قدام ده. انا بحب دايما اعمله في الطواقي كده، بيدي شكل احلى ما تكون الطاقية كلها يعني نفس الغرز كده وما فيهاش بداية ونهاية كده. فالشكل ده بيدي لها شكل حلو يعني. عملت كده. خلصت السطر الاول، هطلع سلسلة ارتفاع وهلف الشغل وهدخل في الغرزة الخلفية دي بس، وهعمل غرزة حشو كده، واللي بعدها غرزة حشو 2 3 4 5 6. طلعت كده سلسلة ارتفاع ولفيت الشغل. غرزة الحشو العادية زي ما قلت لكم دايما بشرحها مع الطريقة دي اللي هو الشغل في الباك لوب. دايما بعرفكم الشغل الغرزة الأصلية ازاي. انا دلوقتي بشتغل في الباك لوب كده. تمام. في سلسلة واحدة، يعني من الحلقتين دول الغرزة حلقتين، فانا بشتغل في الحلقة الخلفية دي. غرزة الحشو الأصلية بقى بتدخلي تحت الحلقتين بالظبط كده، تحت حرف الفي ده تدخلي تحت الحلقتين. لكن انا شغالة في الحلقة الخلفية بس، بعمل فيها حشو. هخلص كده المقاس المناسب بالشكل ده وهرجع لكم. وصلت كده للطول المناسب اهو. هبدأ اقفل الطاقية ده، الجزء طبعا اللي بيبقى تحت على الجبهة. عايزة اقولك بس عدد العواميد دي لازم تكون بتقبل القسمة على 3، عشان الغرز بتاعتنا تبقى مظبوطة. تمام. يعني لو مش هتعرفي تقسميها مثلا على 3، فانتي هتحسبيها ازاي؟ احنا بنشتغل فوق كل عمود من ده غرزة، وبينه وبين كل عمود غرزة. يعني هنا غرزة وفي النص هنا غرزة، هنا غرزة وفي النص غرزة، هنا غرزة وفي النص غرزة، وهكذا غرزة وفي النص غرزة. فانتي عدي بقى، عدي. المهم تكون بتقبل القسمة على 3، وهقول لكم ليه دلوقتي. هنبدأ بقى نقفل كده، هندخل ونسحب الخيط في الغرزة، ندخل خلاص. احنا كده عملنا يعني عملنا منزلقة. تمام. الغرزة اللي بعدها دي هندخل فيها، وهندخل في نفس المكان اللي سحبنا منه منزلقة كده، ونعمل منزلقة تاني، وندخل في اللي بعدها وفي المقابلة ليها وهنعمل منزلقة كده اهو. تمام.
هبدأ بقى، خلصت كده قفلت الطاقية بالشكل ده. هبدأ بقى اطلع سلسلتين ارتفاع، في اول مكان هنا عند اول عمود ده، وهعمل غرزة عمود بلفة، وهمشي بقى سطر كامل كده عمود بلفة. وطبعا معايا الخيط ده واخداه كده عشان اقفل عليه الشغل، انا انضفه بالمرة وانا شغالة. اهو بنعمل فوق العمود غرزة زي ما انتم شايفين كده، وفي النص غرزة، وهندخل على العمود اللي بعده ونعمل غرزة، وبعدين في النص هنا غرزة. غرزة العمود بلفة، بتلفي الخيط كده على الإبرة وتدخلي تسحبي الخيط وتطلعي من حلقتين، وبعدين من حلقتين، وفي اللي بعدها تطلعي من حلقتين ومن حلقتين. هكمل بالطريقة دي وارجع لكم. وصلت كده عند اخر السطر اهو، هبدأ اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة عمود عملناها بالشكل ده. هرتفع كده 3 سلاسل، 1 2 3. هعتبر ده عمود بلفة معايا، اول عمود بلفة معايا. تمام، هدخل بقى اعمل تاني عمود بلفة، تالت عمود بلفة. كده عملنا 3 عمود بلفة في 3 غرز. هلف الخيط وارجع عند اول عمود بلفة عملناه ونعمل عمود بلفة تاني. هو كده يبقى كده ده اول عمود بلفة، ده التاني، ده التالت اللي احنا فيه. هندخل عند اول واحد ونعمل بريد امامي، ونطلع من حلقتين وبعدين من حلقتين. غرزة عمود عادية بس بتبقى امامي، بريد امامي. هنرجع نكمل 1 2 3. كده عملنا 3 عمود تاني اهو، ده اول واحد، التاني، التالت اللي تحتيهم يعني. هندخل في اول عمود من ال3 اللي عملناهم دول، بس في السطر اللي تحته هنلف الخيط وندخل في اول عمود بلفة تحت اهو، اول عمود من ال3 اللي عملناهم يعني، بس في السطر اللي تحته، وعملنا بريد امامي. بعدين نكمل ندخل 1 2 3. كده عملنا 3، 1 2 3. تحت اول عمود من ال3 دول هنعمل بريد امامي. يبقى كده هنسيب اول واحد ده والتاني، هندخل في اول واحد. يعني لو هتتلخبطي فيهم من الاتجاه ده، فعديهم من عند اخر عمود انت عملتيه. يبقى كده احنا اهو خلصنا، عملنا العمود ده والتاني، هندخل في التالت نعمل بريد امامي بقى بالشكل ده. طبعا الجرز مش هتبان قوي دلوقتي، لما نطلع سطرين او 3 هتبان ان شاء الله. ندخل كده نعمل 1 2 3. هنسيب اول عمود والتاني، هندخل في التالت اللي هو اول واحد، اول عمود عملناه في ال3 دول، ونعمل بريد امامي. تمام، هكمل بقى بالشكل ده وهرجع لكم عشان نقفل السطر مع بعض. وصلت كده عند اخر جزء في الطاقية اللي هم اخر 3 غرز هنعملهم. عشان كده قلتلك في البداية لازم يكون عدد الأعمدة دي مضاعفات الرقم 3 عشان الغرز تبقى مظبوطة معاكي. فكده عملنا الغرزة اللي قبل الأخيرة اللي هو البريد الأمامي قبل الأخير. هنبدأ بقى نعمل آخر حاجة
1 2 3. كده خلصنا. هنعمل بقى بريد امامي، اخر بريد امامي هنا في السطر ده. هنسيب اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، ندخل فيه اللي هو يعني اول عمود اشتغلناه زي ما قلتلك في السطر اللي قبليه. كده خلاص خلصنا كده التاني راوند ده. هنقفل احنا هنا كنا عاملين 3 سلاسل ارتفاع، هنقفل في تالت سلسلة منزلقة بالشكل ده. هنطلع 3 سلاسل ارتفاع، تمام. وهنمشي هنعمل جنبه كمان 2 عمود بلفة، 1 2. يبقى كده عندنا 3 عمود بلفة اهو، لان 3 سلاسل دول بنحسبهم عمود بلفة. هلف الخيط عشان اعمل بريد امامي. بريد الامامي هيبقى في اخر بريد امامي عملناه، يبقى اول بريد امامي في السطر ده هيبقى في اخر بريد امامي عملناه في السطر اللي فات. هنلف الخيط وندخل في اخر بريد امامي ونسحب الخيط، توسع ايدك بس شوية، ونطلع من حلقتين وبعدين من حلقتين بالشكل ده. هيقابلنا بقى البريد الامامي ده اول بريد امامي في السطر اللي فات، مش هنشتغل فيه، هنشتغل في الثلاث عواميد اللي بعديه على طول. هلف الخيط وهدخل اعمل اول عمود بلفة، تاني عمود بلفة، تالت عمود بلفة، ونرجع تاني للبريد الامامي ده، نلف الخيط ونرجع. توسعي ايدك وانت شغالة بقى في البريد الامامي ده عشان بيبقى بعيد شوية عن الغرز بقى بالشكل ده. شايفين؟ بعد ما عملناه كده البريد الامامي ده هيقابلنا برضو البريد الامامي ده، مش هنشتغل فيه، مش هنشتغل في الغرزة بتاعته اللي فوق دي. دايما هنشتغل في الثلاث عواميد ونرجع للبريد الامامي اللي بيكون بعد كده. يعني احنا خلاص عملنا كده 3 عواميد ورجعنا للبريد الامامي ده، هنسيب بقى البريد الامامي اللي عليه الدور وندخل في ال3 عمود بلفة ونعمل 3 عمود بلفة. خلاص كده انا هوقف التزايد. وصلت للمقاس المطلوب في الايس كاب ده. فوصلت هنا عند اخر غرزة، هقفل بقى عند تالت سلسلة في السطر اللي فات اللي ارتفعنا بيهم. التلات سلاسل دول قفلت في تالت سلسلة زي ما اتعودنا يعني. هبدأ بقى. المفروض ان احنا في كل الراوندات اللي فاتت دي كنا بنطلع 3 سلاسل ارتفاع، احنا المرة دي هنطلع سلسلتين بس عشان نعمل تناقص في عدد الغرز. فكده انا طلعت سلسلتين، السلسلة اللي بعدها هعمل
عمود بلفة، واللي بعدها هعمل عمود بلفة. فاحنا كده اصبح معانا اتنين عمود بلفة بس، والاتنين ارتفاع دول مش هنعتبرهم عمود. كده احنا معانا اتنين عمود بس. وهنعمل بريد امامي، وبعدين البريد الامامي ده مش هنعمل فيه حاجة. هندخل في الغرزة اللي بعديها على طول ونعمل عمود بلفة. هنطلع من حلقتين ومش هنقفله. هندخل في الغرزة اللي بعديها ونطلع من حلقتين، وبعدين نطلع من الثلاث حلقات. كده عملنا تناقص الغرزتين، بقوا غرزة واحدة بس. الغرزة اللي عليها الدور هتبقى غرزة، وهنعمل بريد امامي. كده في اول غرزة عملناها كانوا غرزتين بس مش 3، اللي بعدها برضو 2 مش 3، وهنكمل بالطريقة دي. دخلت هنا في البريد الامامي، هدخل اسيب بقى البريد الامامي اللي بيبقى عليه الدور ده، وادخل في اللي بعديه في الغرزة اللي بعديه، واعمل عمود بلفة بس مش هكمله. وهاخد يعني هطلع من حلقتين بس، وهسيب حلقتين على الابرة، وهدخل في الغرزة اللي بعديها اللي هي التانية. هطلع من حلقتين وبعدين هطلع من التلاتة مع بعض. يبقى كده عملت الغرزتين في غرزة واحدة بس، عملت تناقص في غرزة. الغرزة التالتة هعملها عمود بلفة زي ما هي، وبعدين هدخل بريد امامي، واللي بعديها برضو هسيب البريد الامامي اللي عليه الدور، وهدخل في الغرزة اللي بعديه هعمل عمود بلفة مش هكمله، وهدخل في اللي بعدها برضو اسحب 2، وبعدين هسحب التلاتة مع بعض، وبعدين الغرزة التالتة هكملها عادي، وارجع برضو اعمل بريد امامي. هكمل الراوند ده بالشكل ده بالظبط كده. وصلت كده لنهاية الراوند اللي عملنا فيه تناقص. ده اول راوند نعمل فيه تناقص. هندخل، احنا كنا عاملين سلسلتين ارتفاع مش هندخل فيهم، هنقفل بمنزلقة في اول عمود بلفة عملناه. تمام، هنطلع سلسلتين ارتفاع ومش هنعمل حاجة في اول عمود ده. هندخل في تاني عمود وهنعمل عمود بلفة. يبقى كده احنا عندنا دلوقتي عمود بلفة واحد بس. احنا هنتجاهل السلسلتين دول مش هنعتبرهم ارتفاع، وكده عندنا عمود واحد. هندخل نعمل بريد امامي، اول بريد امامي. تمام، الغرزة اللي بعد كده البريد الامامي ده مش هندخل فيه. هندخل عندنا هنا غرزتين عمود بلفة، هنلف الخيط وهنعمل عمود بلفة في اول غرزة ومش هنكمله، وهندخل في العمود بلفة اللي بعديه، وهنطلع من اول سلسلتين، وبعدين هنطلع من الثلاث حلقات دول، وبعدين هنعمل البريد الامامي، نطلع من حلقتين وبعدين حلقتين، واللي بعديه برضو هنكمل بنفس الطريقة. مش هندخل في البريد الامامي، هندخل في العمود بلفة ونعمل يعني للنص هناخد حلقتين بس، وبعدين ندخل فيه اللي بعدها وناخد حلقتين، وبعدين نسحب الثلاث حلقات ونرجع تاني للبريد الامامي اللي قبليها ونعمل بريد امامي. هكمل بالطريقة دي كده. الراوند ده هنعمل عمود بلفة مش هنقفله، وندخل في اللي بعدين ناخد حلقتين، وبعدين ناخد الثلاث حلقات ونرجع نعمل بريد امامي. بالشكل ده. تمام، كده خلصت الراوند ده كمان. فاضل عندنا غرزة واحدة بين كل بريد امامي. فهدخل اعمل منزلقة في السلسلة دي. هو مش عندي غير سلسلة واحدة لان هي غرزة واحدة بين كل بريد امامي. فهطلع سلسلتين ارتفاع وهرجع البريد الامامي في السطر اللي فات، وهدخل اعمل بريد امامي،
مش هنشتغل في البريد الامامي ده، هنشتغل في غرزة العمود. هندخل كده وهنطلع من حلقتين بس، مش هنكملها برضو. هندخل في البريد الامامي ونطلع من حلقتين، وبعدين نطلع من الثلاث حلقات. هكمل بالطريقة دي، مش هدخل في البريد الامامي، هدخل في الغرزة اللي بينهم العمود بلفة، هطلع من حلقتين وبعدين هلف الخيط وادخل في البريد الامامي اللي قبلها، وهطلع من حلقتين، هيتبقى 3 حلقات، هطلع منهم التلاتة. تمام. الغرزة اللي بعديها هدخل في العمود بلفة واطلع من حلقتين واسيب الحلقتين دول وادخل في البريد الامامي اللي قبلها واطلع، هيبقى عندي كده 4 حلقات، هطلع من 2، هيبقى عندي 3 حلقات، هطلع منهم التلاتة. هكمل برضو الراوند ده بالطريقة دي كده عشان بس مطولش عليكم الفيديو. خلصت برضو الراوند ده كده اهو. هقفل كده بمنزلقة في السلسلة الاولى دي. انا كده فوق العمود الامامي اللي هو البريد الامامي، فهدخل تحتيه كده عشان هعمل تناقص برضو، وهسحب واعمل منزلقة وبعدين اطلع 3 سلسلة. تمام. عايزة اعمل تناقص بقى في كل البريد الامامي ده برضو، فهدخل هنا وهعمل بريد امامي. اللي بعديه هعمل برضو بريد امامي كده، بس مش هقفله، هدخل في البريد الامامي اللي بعده واطلع من حلقتين وبعدين اطلع من الثلاث حلقات وادخل في البريد الامامي اللي بعده واسحب من حلقتين ومش هقفله، وبعدين البريد الامامي اللي بعده اطلع من 2 وبعدين اطلع من التلاتة. واضحة؟ البريد الامامي اللي بعده برضو هدخل واطلع من حلقتين، واللي بعده هدخل، يبقى معايا كده 4 حلقات، هطلع من 2 وبعدين اطلع من 3، هطلع منهم كلهم. الطاقية لمت معايا خالص اهي. هكمل بالطريقة دي برضو الراوند ده، هدخل واطلع من حلقتين وبعدين ادخل واطلع من 2 وبعدين اطلع من التلاتة. خلصت برضو كده، هدخل في 3 سلسلة واقفل. شايفين لمت خالص، ما عادش يعني جزء بسيط خالص. هطلع كده سلسلة ارتفاع وهبدأ امشي في كل الغرز غرز حشو تناقص. تمام، بالشكل ده كده. يعني هدخل واسحب الخيط ومش هقفل، وادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط واسحب الثلاث حلقات مع بعض. الغرزة اللي بعدها هدخل واسحب، واللي بعدها هسحب، وبعدين اسحب الثلاث حلقات مع بعض، هسحب هسحب واقفل 3 حلقات مع بعض، لسه غرزتين، هسحب، سيبها يا لولو، هسحب كده واللي بعديها هسحب كده. خلاص كده الطريقة قفلت معايا. هعمل كده سلسلة تأمين للشغل وهقص خيط بالشكل ده. وهعيد بقى على الجزء الصغير خالص خالص ده عشان اثبت الجزء ده، وكمان هركب لها كورة بونبون. وكده بكون خلصت الطاقية بتاعتي. شايفين اتبقى منها جزء بسيط خالص خالص اهو. الطاقية دي من يعني من الطواقي القليلة قوي اللي بتبقى سميكة كده
بجد سميكة جدا وتقيلة، يعني انت لما تجربيها هتعرفي ان هي حلوة جدا. بس كده هركب لها كورة فوق هنا، كورة فرو او كورة بونبون زي ما تحبي. انا هركب لها كورة بنفس الخيط ده. حطيت الخيط اللي فاضل ده في ابرة كنفاه كده، وبدأت امشي على الجزء اللي فوق ده كده. يعني هقفلها تقفيل عشوائي كده، هي اصلا كده كده متقفله وتمام، بس يعني ايه بعيد عليها عشان تبقى مظبوطه خالص. هي كده اتقفلت تمام اهي. هدخل كده وادخل فيها واسحب واقص الخيط. لا، انا هدخل الخيط ده جوه عشان اثبت بيه برضو الكوره، فهدخله في الابره وهدخله جوه تاني اهو. دلوقتي بقى معايا الكوره اهي. عملت الكوره دي كوره بونبون بخيط الصوف. هسيب لكم لينك طريقه الكوره دي في صندوق الوصف ان شاء الله. انا عملتها معاكم قبل كده هنا في القناه، فهسيب لكم اللينك بتاعها في الصندوق. هدخل كده في الابره ثواني، وهبدا ادخلها كده في الجنب ده واسحب الابره، والطرف التاني ده برضو ادخله كده وادخله في الطرف المقابل، بس امسك الطرف ده من جوه وادخله في الطرف المقابل كده قصاده، واسحب الخيط واقلب الطاقية كده، وهربط كده الطرفين دول مع بعض جامد عشان الكورة تبقى ثابتة. وهاخد الطرف اللي انا دخلته ده برضو هربطه كده معاهم، يعني زيادة ضمان كده. وهقص الخيط وكده خلاص. ركبت الكورة البونبون اهي زي ما انتم شايفين. طريقتها سهلة خالص، والطاقية برضو طريقتها سهلة، الغرز بتاعتها بسيطة. وكده بكون خلصت الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، والغرزة تكون بسيطة كده ان شاء الله، وتجربوها وتعجبكم. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جاية. باي باي.